دكتور ابراهيم، ليه يو اس ام ال؟ هو أنا الفترة اللي اخترت فيها اليوسم دي كنت في سنة تالتة. كان فترة كورونا، ويعني احنا قاعدين في البيت ما حدش وراه حاجة. فابتديت أتعرف على السكك اللي هي إزاي هتطلع بره أو هتكمل إيه بعد ما تخلص الكلية بشكل عام. فكان في الطريق اللي هو اللي كلنا عارفين اللي هو بتاع البلاب أو الام ار سي اس والام ار سي بي، اللي هي الحاجات بتاعت بريطانيا. وبعد كده طريق اليوسم لي كله كان بيخاف من طريق اليوسم لي عشان غالي شوية. بس أنا كان واحد صاحبي اللي دخلني الطريق ده، قال لي في كورس حلو جدًا. وفعلًا سمعت حبّة من الكورس، وكنت بدأت أحس إن أنا أخيرًا فاهم طِب مش باحفظ. هي دي الفكرة اللي حبّبتني في طريق أمريكا، أنا فاهم، بافهم الكلام، وحبّيت فكرة الchallenge في المعادلة نفسها. في الأول ما كنتش ناوي أدخل الامتحان صراحة. في الأول كنت واخد دوّة كإني باقوي في نفسي في الmedicine نفسه، أو عشان أحب الكلية. أنا ما كنتش باحب الكلية في الأول. فده كان طريق للتهرُّب من الملل بتاع الكلية شوية. وبعد كده لمّا مشيت في الموضوع، لقيت إن في ناس كتير ما كمّلش. في ناس كتير بدأت، يعني الشخص اللي خلّاني أبدأ المعادلة ما كمّلش. ففضلت في الطريق وكل شوية إيه، أجيب حد معايا، لحد ما الحمد لله أنا داخل الامتحان ومعايا 3 من صحابي وإحنا ال3 باص مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. كنا عاملين معسكر مذاكرة مع بعض. فيعني دي كانت يعني لو هنقول أسباب بقى نعدّدهم، يعني هو الchallenge. وتاني حاجة طبعًا أمريكا معروفة إن هي الtop في أي specialty هتاخدها هناك في أي حاجة. والsalary هناك طبعًا هيغريك. الsalary هناك عالي، يعني مش هتاخد زيه في معظم دول العالم يعني. زائد قيمة الشهادة أو التخصص اللي هتاخده من هناك في أي مكان تروحه بعد كده، هيدّيك قيمة عالية جدًا. فأنت تعتبر يعني بنيت لنفسك أو فتحت لنفسك أبواب كتير أوي في المستقبل. فدي كانت فكرتي عن الUSMLE، ده اللي خلّاني أتحمّس ليها أكتر من أي مكان تاني يعني. حلو جدا، حلو جدا. ربنا يوفقك يا رب ويكتب لك الخير حيث كان. و- واكيد عندك تجربه ملهمه ان شاء الله هتستفاد الناس منها باذن الله يعني. يا رب. أنا بس باحاول يعني دايمًا حاطة في القناعة عندي اللي هو إيه، الحاجات اللي ما حدش قالها لي وأنا داخل الUS ميلي ذات نفسها أو داخل السكة دي، كانت هتفرق معايا كتير أوي لو كنت أعرفها. يعني في حاجات كتير اكتشفتها حتى هناك في أمريكا متأخر جدًا، زي إن أنا استعجلت في السفر. يعني ده واحدة من الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، إن أنا سافرت قبل step 2. ودي بتعمل لك مشكلة إن أنت الletters of recommendation اللي هتاخدها هيعدّي عليها وقت طويل، فالvalue بتاعتها هتقل. إنما أنت لو رايح بعد step 2 هتقدم في الmatch على طول. تمام. الvalue بتاع الletter بتاعك هيupload على طول على الmatch، هتحطه في الERAS application بتاعك وت و وتستخدمه في الماتش على طول. لكن كده أنا مضطر أسافر تاني وأعيد كل اللي عملته تاني، لإن طبعًا أنا لسه ما خدتش step 2، فقدامي مثلًا 7، 8 شهور على ما آخدها. يعني هتحرق وقت زيادة بقى. بما اننا دخلنا في الحته دي، ايه التحديات اللي انت شايفها في طريق امريكا اصلا؟ تحديات مادية الأول، إن الطريق مكلف، مكلف شوية. الsteps مش رخيصة دلوقتي. الstep يعني الامتحان الواحد ب$1100. تمام. غير الregistration في الأول لو أنت بتعمل الapplication بتاعك، بتملى الapplication بتاعك في الأول فيه $160 عشان تسجل في الECFMG نفسه عشان تسجل في الامتحان. وبعد كده عندك بقى إيه، كل step 1100. تمام. وstep 3 بتمتحنها في أمريكا. فأضيف على الكلام دوّة إيه، تمن التذكرة. step 3 مش ضرورية للmatch. تمام. step 1 و2 هم الضروريين. ومن نعمة ربنا إن step 2 كان الأول، يعني في step 2 دي كانت جزئين، CS وCK. الCS كنت بتمتحنه عادي في مصر هنا، امتحان MCQ على الكمبيوتر زي ما بنمتحن step 1 عادي. step 2 كان clinical وكنت لازم تسافر تمتحنه في أمريكا. بس الحمد لله من ساعة كورونا، ده برضه حاجة من الحاجات اللي شجعتني إن أنا أكمل في السكة، إن لمّا الكورونا جات لغوا الCS. فالموضوع بقى أسهل. أنت هتاخد خلاص step 1 وstep 2، وبعد كده تمشي في سكة الmatch. وبعد كده إن شاء الله تاخد step 3 يا في الresidency يا قبل الresidency بحاجة بسيطة. حلو جدا، حلو جدا، جميل جدا. فالتحديات انت شايفها هي تحديات ماديه. طب من ناحيه المذاكره هل الموضوع صعب؟ الموضوع المذاكرة صعب بفكرة إنه الطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة اللي إحنا اتعودنا نذاكر بيها سواء في الثانوية أو في الكلية. أنت بيختبر الcritical thinking بتاعك. بيختبر قدرتك على الفهم مش على الحفظ أكتر حاجة. وبيختبر تحمُّلك للضغط النفسي. يعني الامتحان فيه 80 سؤال ما عليهمش درجة خالص، وأسئلة صعبة جدًا ممكن ما تحلّهاش، ما تبقاش فاهم إيه ده. يعني تخيّل مثلًا معايا أنا قاعد باحل في الامتحان، معايا 40 سؤال في البلوك. تمام. أنا 12 سؤال مش عارفهم. فأنت يعني أنت فاضي لا تُحسد عليه. فبتبقى اللي هو إيه، السؤال ده أنا مش عارفه، فباعمل له مثلًا flag وأعدّي على السؤال اللي بعده. وطبعًا لازم يبقى في time management في الامتحان، ما تسرحش مع سؤال.
تمام، وتعند مع السؤال اللي هو انا هحل السؤال ده يعني هحله، وتضيع بقيه البلوك، لان البلوك معاك ايه، معاك ساعه واحده بس تحل فيها ال 40 سؤال. فانت لازم تكون نفسيا حتى مدرب نفسك ان هو عادي، سؤال مش عارفه اللي بعده وهبرجع له في الاخر، حليته ما حليتوش اختاره اي حاجه خلاص، لان انا عارف ان في 80 سؤال ما لهمش درجه، بيبقوا اسئله 80 سؤال دول مجرد تيست، هما بيتست بيها بيتست بيها قدرتك على استحمال الضغط، او هيشوفك هتعمل ازاي مع سؤال انت ما تعرفش عنه حاجه. فبتبقى حته صعبه شويه. زائد من الحاجات الصعبه برضو ان الامتحان طويل 8 ساعات. 8 ساعات وساعه بريك في النص، انت بتقسمها زي ما انت عايز. ف8 ساعات يعني ان انت دماغك ما بتفصلش وشغال الفول، يعني تدي الفول اماونت 100%، وتبقى بنفس تركيزك، دي مش حاجه سهله، دي عايزه تدريب. عامله زي الجيم كده، انت لما تروح الجيم في اول يوم غير لما تروح الجيم مثلا كونسيستنت لمده سنتين، الاوزان هتختلف. فهي نفس الكلام، انت بتفضل تقوي نفسك وتدرب نفسك على الحل والكريتيكال ثينكينج، وان انت تحل بلوك واتنين في اليوم لحد ما توصل ان انت يوم الامتحان الثمان بلوكات دول بالنسبه لك عادي. حلو جدا، حلو جدا. طب بما اننا بنتكلم عن الموضوع ده، آه، انت بدات تحضير الاس ام ال اي فتره كورونا، كنت في وقتها في اي سنه دي الجامعه؟ وهل شايف ان نبدا بدري، نبدا متاخر، نبدا في اي وقت؟ تمام، انا كنت في الوقت، يعني تقريبا انا مش عايز اقول ان كنت في الوقت الصح، بس هو ربنا هداني في الوقت الصح، اللي هو سبحان الله، هي جت من عند ربنا. يعني انا ما كانش ليا ايد في الموضوع ان حد يجي يقول لك دي يعني بتاعت ربنا. انا حتى ما دورتش يعني الموضوع هو اللي جالي لوحده. فانا كنت لسه مخلص اللي هو البيزك ساينس، اللي هم الباثولوجي والفارما والمايكرو، واللي هي الاناتومي والفسيولوجي، اللي هي البيزك ساينس. مجرد ما تخلصهم انت جاهز بنسبه مثلا 50 60% ان انت تدخل الامتحان. هتضيف عليهم شويه كلينيكال اتاتشمنت كده، لان هم هناك في الاسئله بتاعتهم ما بيحبوش الاسئله اللي هي البيزك ساينس بس، هو بيحب يربطها لك بكلينيكال سيناريو عشان تجاوب على السؤال، او عشان السؤال يبقى ينفعك في الكارير بالنسبه لك كدكتور بعد كده. فالمعادله هي عباره عن بيزك ساينس، ستيب 1 بالذات عباره عن بيزك ساينس زائد شويه كلينيكال، يعني شويه بطنه كده. طب فطبعا مع الوقت بقى اه فبنرجع للوقت المثالي بعد البيزكس. بعد البيزك ساينس، اللي هو دلوقتي في النظام الجديد سنتين ونص، يعني بيدرسوا سنتين ونص بيزك ساينس، وبعد كده بيدخلوا على الكلينيكال. فمجرد ما يخلص البيزك ساينس تقدر تخش تبدا يعني واحده واحده كده، ايه، تشوف المعادله، تبدا تتدرب عليها يعني على الطريقه بتاعتها. حلو جدا. طب اختيارك التوقيت بتاع ستيب 2 برايك امتى؟ هل مثلا انت متاخر دلوقتي، ولا رايك ممكن يبقى افضل وقت امتى؟ انا رايي ان انا متاخر، يعني انا الوقت المثالي لستيب 2 قبل الامتياز، او في حاجه حلوه في النظام الجديد ان هم سنتين امتياز، فدي ادفانتج معاك ان انت السنه الاولى ممكن تخلص فيها ستيب 2، والسنه الثانيه تسافر فيها ايه، الكتيف مثلا، او تسافر فيها امريكا تعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس، يعني عشان تاخد ال او ار، او تاخد عشان تجهز نفسك للماتش يعني بمعنى اصح. فستيب 2 تتاخد في اول الامتياز يبقى حلو جدا جدا. حلو جدا. طيب انت سافرت الكتيف فتره الامتياز اظن، صح كده؟ تمام. كلمنا بقى عن الالكتيف في فتره الامتياز او رحلتك عموما. هي رحلتي يعني اول حاجه برضو الموضوع الالكتيف ده صعب شويه انك تلاقيه، وخصوصا إن الاسعار فيه برضو مبالغ فيها او صعبه جدا. انت بتتكلم لو هتروح لايجنسي تعمل لك يعني تجيب لك هي فرصه، بتتكلم في مينيموم $1500 وانت طالع. وفي بعض الايجنسيز ممكن توصل الروتيشن الواحده الشهر الواحد ل $5000. فطبعا غاليه جدا. فانت بتبدا تشتغل على في عندنا في طنطا هنا، وفي اسكندريه، وفي القاهره، في جامعه القاهره، في منظمه اسمها VSLO. ديت بتعمل زي بتوفر لك فرص ان انت تسافر، وبتعمل زي تعاقد، او بتديك فرصه ان انت تقدم في جامعات حلوه زي مثلا اسمها كليفلاند كلينيك، او زي اللي هي جامعات كتير، في ويل كورنيل برضو جامعه بتفتح، المستشفى بتاعتها بتفتح. بس على حظي انا كان معظم الاماكن اللي هي الكويسه اللي بتقبل ناس او بتقبل اعداد كويسه مش موجوده، يعني ما كانتش مم. موجوده او ما كانتش فاتحه. فانا بدات اراسل الدكاتره مباشره، يعني ادخل على الويب سايت بتاع المستشفى مثلا، وادور على ايجيبشن دكتورز ات كليفلاند كلينيك مثلا واحاول ايه ابعت لهم. حتى انا في فرصه انا ندمان عليها ضيعتها، يعني كان فرصه مع دكتور اسماعيل الحمامسي، ده من اشهر جراحين القلب والصدر في امريكا، بس انا ما كنتش ناوي على جراحه. وبالتالي هو لما بعت لي الموافقه انا ما دورتش كويس صراحه، ما كنتش عارف انه جراحه، انا فاكره كارديولوجي، فداخل على اساس ان هو كارديولوجي.
فلما وافق وبعد كده عرفت ان هو من اشطر الجراحين القلب والصدر في امريكا، حسيت اللي هو يا ريتني كنت رحت، يعني كانت فرصه حلوه جدا. بس التجربه بشكل عام يعني بعد بقى ما تخلص ان انت تلاقي فرصه اصلا، وده مش سهله، وان انت تخلي الفرص ورا بعضها. ما انت برضه يعني ايه، انت عايز لو هتسافر هيبقى مده واحده او سفريه واحده. يعني ما ينفعش اجيب الكتيف مثلا في شهر 9 وواحد تاني في شهر واحد اللي بعده، مش هسافر واروح وارجع مرتين، صعب. فانت عايزهم كلهم مثلا. كان بالنسبه لي التارجت 9 و10 و11، شهر 9 و10 و11 مثلا. فربنا وفقني. مختلفة، 3 بروجرامز ثلاثه مختلفة. بروجرامز مختلفه في 3 مستشفيات في 3 ولايات مختلفين. فيعني لفيت حبه حلوين يعني. اول اول روتيشن ليا كانت في بوسطن تشيلدرنز في مدينه بوسطن. تاني واحده كان في مستشفى اسمها سويديش هوسبيتال في شيكاغو. وتالت واحده في كليفلاند كلينيك في اوهايو. كانوا 2 اوبزرفرشيب وده والكتف. بس يعني لو تعرف تخلي كل الروتيشنز بتاعتك في نفس المدينه، هتسهل عليك كتير جدا نفسيا وماديا، لان طبعا السفر بالطياره مكلف. كل شويه كل شهر عايز تشوف سكن، عايز تشوف هتعمل ايه مثلا في المستشفى، هتاخد وقت على ما تتعود على الناس يعني تحس الموضوع بقى اصعب. انا بالنسبه لي كان في واحد زميلي كان طالع معايا من الشباب اللي نجحوا معايا في ستيب 1. ال3 روتيشنز كانوا في شيكاغو، ريح نفسه من القصه دي كلها. لكن انا حبيتها غامض شويه يعني. في مستشفيات مختلفة في ولاية واحدة. يا ريت لو عرفت تظبطها كده، بس طبعا صعب، يعني انت بتبقى على حسب الفرص اللي بتجيلك. يعني حلو. مش سهل. بالنسبة للتجربة نفسها كميديسن، في في الروتيشن اللي انت عملته، كلمني عنها. التجربة نفسها بعيدا عن الورق، بعيدا عن ان انت خدت الكتيف وخلاص بقيت معاك ورق بان انت حضرت هناك، ك ك كبراكتيكال اكسبيرينس او كميديكال اكسبيرينس. كميديكال اكسبيرينس، انا اول شهر كان في بوست تشيلدرنز. المستشفى يعني اول حاجه انت يعني الامكانيات نفسها بتحس انها ايه، بتصدمك شويه في الاول. رهبه المكان. تعاملهم كان كويس جدا في بوستن تشيلدرنز معايا بشكل فظيع. كانوا فيري فيري فريندلي، يعني انا ما شفتش حد فريندلي في امريكا بقدر بتوع بوستن. كان الكلينيكال اكسبيرينس الصراحه هم عندهم، انا كنت في قسم الباثولوجي، فانا ما شفتش عيانين في الشهر الاولاني، بس شفت اللابس بتاعتهم، الباثولوجي لابس. شفت ازاي بيتعاملوا مع السبيسمنتس بتاعت الباثولوجي، وازاي بيشخصوا الديزيز عن طريق الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعها. يعني الموضوع كان يعني فعلا اللي هو كان عندهم لاب اسمه السبيس شيب، هم مسمينه كده من كتر ما هو مليان تقنيه حديثه. انت كنت تخش انت مش فاهم إيه الاجهزه دي بيعملوا بيها ايه، كل الاجهزه اللي محطوطه دي بجد بصراحه. فكانت عامله شبه السفينه الفضائيه، كان داخل سفينه فضائيه. كان عندهم دايما زوم ميتنج الصبح. هي اول حاجه الانضباط، يعني انت من 6 الصبح لازم تبقى في المستشفى. وبمشي والله الساعه 7 بالليل ولسه ريزيدنت قاعد. وريزيدنت الباثولوجي ده اللي هو بيقول لك انا الكواليتي اوف لايف بتاعتي حلوه. مش جراح. مش جراح، يعني الجراح بقى ممكن يطبق لتاني يوم او يبات مش عارف بقى. فكان بالنسبه لي صدمه، انتوا بتشتغلوا كل الوقت ده من غير ما تريحوا، دي مش حاجه سهله. خصوصا برضو ان انا طلعت من كوني طالب لكوني شخص يعني بروفيشنال مره واحده. يعني انا ما اشتغلتش مثلا هنا في فتره امتيازي شيفتات برايفت او شيفتات مثلا اللي هو تخليني اتعود على ال 24 اور ان انا شغال 24 ساعه. فاتصدمت بالموضوع ده مره واحده. تمام. الفكره بقى بعد كده لما رحت لشيكاغو، الكلينيكال اكسبيرينس هناك الموضوع احسن حاجه فيه انه منظم وسيستماتيك. يعني كمثال، ان انت بتدخل الصبح في ليست للبيشنتس اللي هتيجي النهارده، 20 بيشنت مثلا في الانترنال ميديسن. بنقسمهم علينا، احنا كنا حوالي 4 أو 5 بنتدرب مع بعض. تمام. وكانوا بالمناسبه كلهم عرب، يعني كانت صدفه غريبه كنا بنتكلم عربي في العياده عادي. آه فكنا بنقسم البيشنتس، انا هشوف مثلا 2 وانت هتشوف كده يعني. وتشوف البيشنت بتاعك وتعمل برزنتيشن للدكتور. بعد ما تشوف البيشنت وتعمل له اكزامينيشن وتاخد منه كل الهيستوري، بتروح تبرزنت للدكتور، والدكتور بيدخل معاك يكونفيرم بقى اللي انت عملته كله. ولو هيكتب حاجه للبيشنت، وبعد كده بتتناقشوا مع يعني في الكيس كده بسرعه ايه، قبل ما انت بقى تروح تفل او تملى البيانات في السيستم. ودي النقطه الحلوه بقى، السيستم هناك قوي، في سيستم اسمه ايبك، ده بيشتغلوا عليه هناك. ده السيستم بيبقى فيه كل اللابس بتاع العيان في اي مستشفى يعملها في اي ولايه في امريكا. هو له فايل هيبقى عليه كل الداتا بتاعته. ما شاء الله.
فدي حاجه كويسه جدا. في بقى الكلينكس نفسها، كل كلينيك ممكن يبقى له سيستم لوحده، ليها سيستم لوحدها. بتكتب طبعا كل اللي عملته، الاكزامينيشن، كل الاوت كامز، وبتكتب الادويه، وبتبعت الروشته للصيدليه من عندك، ما بتكتبش روشته، انت بتبعت للصيدليه دايركت، والصيدليه تصرف له الدواء. ده برضه مم. بيمنع ان يحصل مثلا ايه اوفر دوز، او هو ياخد دواء هو مش محتاجه. في نفس الوقت السيستم نفسه بينبهك لو في لو في مثلا كونترا انديكيتد، دواء كونترا انديكيتد او حاجه، هو السيستم هيقول لك الدواء ده كونترا انديكيتد في الحاله دي، او هيقول لك كمان ان الدواء ده بيتعارض مع دواء تاني هو البيشنت اوريدي بياخده. فالسيستم بيديك اليرت لو في اي مشكله. فدي برضو بتساعدك ان يعني جل من لا يسهو، انت ممكن ما تاخدش بالك وتكتب دوايين يتعارضوا مع بعض. فكون السيستم نفسه بيحذرك في حاجه زي كده حاجه جميله جدا. تاني حاجه، متوسط اعمار الناس هناك عالي جدا، 84 و85 وممكن توصل 95 سنه، لان في حاجه اسمها ريجولار تشيك اب. كل 3 شهور مثلا هو بيجي يعمل فول تشيك اب، يعمل كل حاجه هو محتاج يعملها، تكشف عليه تشوف اي اعراض. فدايما متابع مع الدكتور، بحيث اللي هو ايه اي ديزيز او اي حاجه بتلحق بدري. انا اتصدمت برضو ان لما قعدت في عياده النفرو، ان البيشنتس، معظم البيشنت الرينال ما بيغسلوش، ما وصلش للمرحله انه يبقى اند ستيج رينال ديزيز، فميديكيشنز بس. ان شاء الله. فانا دايما بشوف عيانين الرينال هنا كله رايح يغسل. فدي كانت بالنسبه لي اللي هو بيشنت الرينا لو اتلحق بدري ممكن نأخر غسيله ده 10 سنين. ان شاء الله، ان شاء الله. حلو جدا، حلو جدا، وتجربه حلوه انك يعني خدت اليو اس اكسبيرينس من هناك بقى، جربتها في زيك وعشت وسطهم هناك وشفت المستشفيات شغاله ازاي هناك. طب كل ما نتكلم مع حد في موضوع امريكا يقول لك واحده من الحاجات المهمه زي الالكتيف هو الريسيرش، انك تعمل ريسيرش. فهل ليك تجربه في الريسيرش ولا لسه؟ وازاي ممكن نحصل على فرصه ريسيرش محترمه، وبحيث يبداها بدري يبداها متاخر، يدخل في الريسيرش امتى؟ تمام. قبل بس ما ادخل في نقطه الريسيرش، عايز بس اذكر كليفلاند كلينيك، لان انا كنت فيها انترفنشنال كارديولوجي. انترفنشنال كارديولوجي كان فيها فالف ريبليسمنت عن طريق القسطره. فدي كانت يعني كانت واحده من احلى الاكسبيرينس اللي كنت فيها، ان انت تشوف بيشنت مثلا داخل عنده آه، يعني الاورتيك فالف بيليك بشكل فظيع، الكواليتي اوف لايف بتاعه عنده لور ليمب اديما، الدنيا عنده تعبانه خالص وبينهج ومش عارف يتحرك، وبعدها بيخش بالظبط عمليه من نص ساعه ل 45 دقيقه، يطلع كل الاعراض بتاعته يعني قلت للنص تقريبا، وبتتحسن بقى على مدى الشهر اللي بعده. غير الاورتيك فالف. كان في برضو زي كلينيكال ترايلز على تغيير الميترال والترايكاسبيد فالف كمان، بيغيروهم مم. ترانس كاثيتر. فدي كانت حاجات بالنسبه لي اللي هو فيري ادفانسد، ما كنتش فاهمها في الاول، بس جميله جدا. يعني حببتني حتى في الانترفنشن كارديولوجي، تخصص ممتاز جدا الصراحه. نيجي بقى لنقطه بس من شخص ما كانش بيحب المجال لشخص دلوقتي ما شاء الله باين حبك للمجال اكتر. لا لا انت هتنبهر بكون الحاجه الادفانسد دي فعلا بتشوف الاوت كام بتاعها على البيشنت. مم. خصوصا ان القسطره كمان حتى الريكفري بتاعها انت بتطلع في نفس اليوم، يعني البيشنت بيطلع من نفس اليوم من المستشفى. فهو ما دخلش اوبن هارت سيرجري، ما دخلش في كومبليكيشنز فظيعه، لا الموضوع بقى ابسط من كده. وتشوف العقول نفسها اللي انت بتتعامل معاها هناك، هم اللي بيخترعوا الاجهزه دي. يعني رئيس القسم اللي كان في كليفلاند كلينيك دكتور سمير كباديا، في يعني ما شاء الله عنده 1600 بابليكيشن، وفي اجهزه هو اللي عاملها. ما شاء الله، ما شاء الله. فكان حاجه يعني اللي هو كنت ببص له كده اخاف اتكلم معاه اصلا يعني. طبعا. بالنسبه بقى لموضوع الريسيرش، هي الفكره كلها ان هناك ما فيش دكتور ما ينفعش يكون ما بيعملش ريسيرش، انت لازم دايما ايدك هتبقى في الريسيرش، سواء وانت ريزيدنت، سواء وانت اتندنج فيزيشن، سواء انت بورد سيرتيفايد، دايما هيبقى في كلينيكال ترايلز معاك. فانا اتعلمت هناك اصلا ازاي اقرا بيبر، انا ما كنتش بعرف اقرا بيبر. وكان من حسن حظي ان في بوسطن تشيلدرنز الدكتور كان بيحب مصر قوي صراحه، يعني هو جه مصر كذا مره، فهو قال لي انا هديك كيس ريبورت انت اللي هتكتبه. طب تمام، يعني دي كل الاكسبيرينس بتاعتي على الكلينيكال ريسيرش. وبرده كان ليا واحد زميلي هناك اتعرفت عليه هناك، هو ما شاء الله من ايام ما كان هنا في مصر، هو في جامعه القاهره من سنه 5 وهو شغال داتا اناليسيز ريسيرش. ما شاء الله. فعنده ما شاء الله سي في حلو جدا في الريسيرش وكده. فكان بيعلمني بقى along ذا واي ازاي اكتب الكيس ريبورت،
يعني تيجي هنا أهمية الacademic writing إن أنت تتعلم الacademic writing، تاخد كورسات في الresearch. لو عندك وقت فاضي في الأجازات في الكلية، استغله في إن أنت تعرف عن الresearch، لأن هو ده الطب، الresearch هو الطب بشكل عام يعني. اللي هو أنت من غير research مش هتعرف تقرأ الlast updates في المجال اللي أنت فيه، أو الleast updates. فأنت مش هتعرف إيه هي الحاجات الأسئلة اللي هم بيدوروا على إجاباتها. أنت لما بتيجي تعمل research أصلًا في الماجستير أو في الدكتوراه، الفكرة نفسها بتبقى بالنسبة لك هي العقبة. ليه؟ لأن أنت ما اتعودتش تقرأ في journal. ما أنت لو قرأت في journal مثلًا هتلاقي في حاجات هم بيبحثوا عنها، دي أفكار already جاية لك أهيّة، تقدر تعمل عنها research بعد كده، أو تشوف إيه المشاكل اللي عندهم. طبعًا مش كل research إحنا نقدر نعمله، لأن طبعًا فقر الإمكانيات هنا. ففي حاجة بقى أسهل حاجة أنت تخش عن طريقها الresearch، اللي هي إن أنت تكتب مثلًا case report. ده مش محتاج مش clinical trial كبيرة مثلًا، وهنخش بقى في لازم يبقى في control group، وفي group مش هنجرّب عليه يعني الحاجات دي بتبقى مكلفة أكتر. الcase report بيبقى بسيط، وده أبسط حاجة أنت ممكن تpublish عليها يعني. ده اللي هو الfirst step يعني. طب هل الدكاترة الكبار لو إحنا لجأنا لهم في موضوع الresearch إن إحنا نبقى معاهم في paper هُم بيبقوا شغالين عليها، هل ده ممكن؟ ممكن، وفي ناس بتبقى بتدوّر أصلًا على حد يساعدها في الresearch. بس هي الفكرة قبل أمّا تبدأ مع أي دكتور إن أنت تresearch معاه أو تبذل مجهود، اتأكد إن هو هيحط اسمك في الpaper، عشان في ناس ما بتحطّش. يعني في ناس ممكن تشتغل معاها ويرفض يحط اسمك في الآخر. فاتأكد من الأول إن هو هيحط اسمك في الpaper، حتى ك كمساعد يعني أي حاجة، بس اسمك يتذكر في الpaper كإنّك contributor مع الناس اللي حضّرت للpaper دي. حلو جدًا. طيب ده سؤال شخصي، هل شايف إن الخطوة كانت خطوة صحيحة كUSMLE والّا هل ممكن في النُص الواحد يمِل ويزهق وما يكمّلش؟ هو طبيعي مع المصاعب اللي هتقابلها في الطريق، أو مع الحاجات اللي أنت هتتصدم بيها، يعني صدمة أقول لك على حاجة، في حاجة اسمها culture shock. أول ما تروح أمريكا أنت هتقعد أسبوع مش فاهم إيه اللي بيحصل، وهتتضايق جدًا، وهتبقى عايز ترجع مصر، يعني ده طبيعي جدًا. تمام. فalong the way هيقابلك عقبات كتير، فأنت ركّز على هدفك. تمام. إن أنت يعني خلاص أنا عايز كذا، فأنا هامشي في الاتجاه دوّة. لإن أنت لو شتِّت نَفْسك، لإن هيقابلك برضه مشتِّتات على الطريق ومغريات تانية إنّك تحوّد عن السكة وتشوف سكة تانية، أو ييجي لك فرصة تانية فتكسِّل. أنت اعرف بس أنت عايز توصل لإيه ووصل له، وبعد كده من هناك هتقدر تشوف الoptions بعد كده. وخلّيك برضه flexible، يعني ما تبقاش too rigid إن أنت لو قابلك عقبة تنكسر في النُص. لأ، خلّي في flexibility شوية، إن أنا ممكن أغيّر التخصُّص اللي أنا عايزه على حسب متطلبات السوق عادي. حلو جدًا. ف in parallel مع التحضير المعادلة، هل الواحد يقدر يعيش حياته عادي؟ بالنسبة لتحضير الsteps والّا بالنسبة لبعد كده أمّا تسافر؟ لا، لأ، في الsteps كده في المرحلة اللي أنت فيها دلوقتي، الstep هل قادر جنب ده آه. تشتغل مثلًا أو لو أنت في الكلية تذاكر أو مثلًا لو حد مرتبط أو لو حد هل ده في حياة جنب ده والّا هو اسماني بس؟ لأ، هي مش USMLE بس. أنا الحمد لله في الفترة بتاعة الUSMLE أنا كنت في نفس الوقت في سنة سادسة، يعني امتحنت جراحة ونسا. الحمد لله، وعدّيت بتقدير جيد جدًا في سنة، الله. مع إن أنا يعني تقريبًا النُص الأولاني من السنة كُلّه أنا dedication للUSMLE بس. يعني الUSMLE أنت تقدر تمشّي حياتك معاها، ما عدا آخر 3 شهور قبل الامتحان بس، دول يعني يا ريت تخلّيهم USMLE بس. دول هيبقوا اسمهم الdedication period، اللي هو إيه، دي فترة أنا مركّز فيها على بس إن أنا إيه، هادخل الامتحان. غير كده حياتك هتكمّل عادي. يعني أنا في الفترة دي الحمد لله اتجوّزت، وكمان سافرت الحمد لله. اتجوّزت وسافرت أمريكا، وفي نفس الوقت عدّيت سَنة سادسة. كل ده في الفترة بتاعة سَنة سادسة وامتياز. طبعًا بمساعدة أهلي، يعني أهلك برضه هم الsupport الكبير ليك إن أنت تنجح في الحاجات دي، لإن مش سهل إن أنت تمُر بكل التغيُّرات والتقلُّبات دي في فترة قصيّرة. فالsupport من أهلك هو بيبقى الأساسي يعني. ربنا يبارك لك ويتممها معاك على خير في الخطوات الجاية في الstep 2 في الmatching في step 3 إن شاء الله، يا رب. وساعتها بقى حلقة كمان كشغل عايزين على الناس بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. وأنا أصلًا يعني حتى لمّا بدأت قناة اليوتيوب كنت ناوي اللي هو أنا كل معلومة هاخدها، أو كل معلومة يعني هاوصل لها في الطريق، أنا هاشاركها مع الناس، عشان فكرة الdocumenting. أنا باحب أdocument كل حاجة أنا باعملها، أو أوصّل للناس اللي هو إن الرحلة ممكنة عادي جدًا، وهتقابلك صعوبات وهتقابلك drops، بس إن شاء الله اللي عايز حاجة هيوصل لها يعني.
أنا نمت في القناة بتاعتك شوية حلوين ما شاء الله، الفيديوهات بquality محترمة، بمعلومات informative. الله يخليك يا رب. يعني إحنا بنتطور مع الوقت، يعني إحنا بادئين برضه تقريبًا من فترة كورونا كده، كان اللي هي بذرة اليوتيوب بدأت أتعلم مونتاج بقى وأكمّل الحاجات دي يعني. بس الحمد لله يعني نحمد ربنا على اللي إحنا وصلنا له، وإن شاء الله نستنى يعني نصوّر مع بعض حلقة برضه. بإذن الله، بإذن الله هنعمل حاجات حلوة بإذن الله مع بعض، وشكرًا على وقتك الجميل ده، وعلى معلوماتك الحلوة، وعلى البحث الملهمة دي، وإن شاء الله يعني تؤتي ثمارها وتبقى أنت مبسوط بنتيجتها، واتكلمنا برضه على النتايج بإذن الله إن بعد شاء كده. الله بإذن الله.